دقت ساعة الذكرى، ساعة انطلاقة الثورة الجمرة، فمن كل حدب وصوب تجمع المئات من الفلسطينيين متشكلين في فرق عسكرية وكشفية، حمراء وخضراء وسوداء بألوان علمهم المقدس، احتفالا بذكرى عيد ثورتهم المجيدة، الثورة الفلسطينية المعاصرة. يهنئ شعبنا بانطلاقة ثورة فتح المجيدة. هذه الثورة التي مضى عليها 48 عاما ولا زالت تكافح وتناضل للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هنا وفي مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وعلى بعد أمتار قليلة تفصل بين المحتفلين وجثمان مفجر ثورتهم الشهيد الخالد ياسر عرفات، أوقد خير خلف لخير سلف، كما هتف المحتفلون السيد الرئيس محمود عباس شعلة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الذكرى 48 لانطلاقتها، وسط نشوة الانتصار بالأمس بالدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة. أقول عهد لأبو عمار ولكل الشهداء، أبو إياد وأبو جهاد وكل الشهداء القيادي والكوادر والعناصر الذين استشهدوا، عهد لهم أن تستمر المسيرة حتى يتحقق الهدف اللي قامت من أجله حركة فتح. استمرار مع التاريخ، مع الطلقة، مع الكلمة التي تعبر عن تطلعات كل الشعب الفلسطيني. الثورة الفلسطينية المجيدة التي انطلقت من تحت الركام في الأول من يناير عام 1965 وسط حقول كثيرة من الألغام، أعادت للفلسطينيين كيدونتهم وهويتهم، مقدمة الشهيدة والشهيد لإعادة الحق إلى أصحابه الأصليين. هاي الانطلاقة انطلاقة مباركة، وبنتمنى من الله إنها تدوم على طول، لأنها منارة للفتحاوية. طبعا أنا بعزه، له معزة خاصة عندي فخامة الرئيس، بتمنى له الصحة والعافية ومواصلة المسير. هم الفلسطينيون وحدهم معصيون عن الانكسار، فكم من موجة حاولت خطفهم لإسكات فم الثورة، لكن ثورة أصحاب الحق لا تسكت. هنا وبالقرب من ضريح الشهيد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يوقد الفلسطينيون الشعلة 48 لانطلاق الثورة الفلسطينية، وككل سنة يقسم الفلسطينيون في انطلاقتهم بأن تستمر الثورة من فكرة البنادق والخنادق إلى الدولة. محمد رجوب، مفوضية الإعلام والثقافة من مدينة رام الله.